السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. والنهاردة هنعمل مع بعض البفتيك. النهاردة بقى هنعرف سر ثبات قشرة البفتيك عليه وسر تتبيلته المميزة. اوعدكم بعد ما تجربوا الطريقة دي قشرة البفتيك مش هتتحرك من مكانه تاني ابدا، زي ما انتوا شايفين بالشكل ده، وهيبقى مستوي وطعمه في منتهى الجمال. يلا نسمي الله ونشوف المقادير ونشوف عملنا ايه. هنا بقى معانا البفتيك متقطع معاكم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده، ما تكونش طبعا سميكه، تكون خفيفه زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. هنحتاج بقى ايه في الوصفه بتاعتنا النهارده؟ هنحتاج طبعا عصير بصل، يعني نبدا نجيب بصلتين زي ما انتوا شايفين بالشكل ده، وهبدا بقى ابشرهم. انا هنا عايزه ميه البصل، مش عايزه تفلت على البصل. وبعد ما بشرتهم بالشكل ده هبدا بقى اصفيهم. طبعا باي مصفى عندك هتصفيها كويس قوي. كده خلاص صفيناها معاكم بالشكل ده. هبدأ بقى اضيف على مية البصل، احط عليها بيضتين، وبعد كده اخلط كله مع بعضه. وبعد كده احط بقى التوابل بتاعتي. انا حطيت ملح وفلفل اسمر وشوية كمون، وبعد كده اكمل تاني الضرب بالمضرب. ممكن تحطي توم باودر زي ما انت حابه. كده بقى خلاص هنزل بالدقيق. انا هنا الوصفه بتاعتنا دي محتاجه من كوبايه لنص كوبايه من الدقيق. طبعا هتحطي لغايه لما الخليط بتاعك يتقل زي خليط القرنبيط كده بالظبط، يعني ما تحطهاش كلها مره واحده. طبعا انت في الوقت ده بيكوني مظبطه الملح وكل حاجه. كده خلاص الخليط بتاعنا جاهز. هبدا بقى اتبل البفتيك كويس جدا بالخليط كله، وبعد ما تبلته كويس قوي هبدا بقى اغطيه زي ما انتوا شايفين بكيس بالشكل ده، واحطه في التلاجة ليله كامله. وهنا بعد تاني يوم بقى معانا بالشكل ده. هنا بقى هنجيب حاجه واسعه كده كويس، وهنحط فيها البقسماط المطحون، وهنبدا بقى نغلفه كويس بالبقسماط. تغلفيه كويس جدا، تضغطي عليه قوي وتشبعيه من البقسماط زي ما انت شايفه بالشكل ده. طبعا انت في الوقت ده بتكوني مجهزه طبعا زيت على النار في الطاسه، زيت غزير يسخن معاكي علشان تجهزيه للقليه. كده خلاص هبدا بقى احطه على نار متوسطه. كده خلاص هنبدا بقى نحمره. طبعا اول ما ياخد لون معاكي من تحت تبداي تقلبيه على الناحيه التانية. طبعا كل شويه تبداي تقلبيه من فوق لتحت لفوق لتحت لغايه ما يتحمر معاكي كويس قوي. طبعا كل ده زي ما احنا قلنا على نار متوسطه. واهم حاجه طبعا الزيت يكون غزير، ما يكونش قليل، يكون مغطي البفتيك بالشكل ده كده. واول ما يبدا يتحمر معاكي بتطلعيه على مناديل عشان المناديل بتشرب الزيت. كده خلاص خلصت كل الكميه اللي معانا بالشكل ده كده. انت بقى عايزه تعملي معاه شويه رز ابيض او شويه مكرونه زي ما انت حابه. انا هنا هعمل معاه مكرونه سباكيتي. بدات طبعا احط حله على النار واحط فيها ميه. اول ما تبدا تسخن معايا هنزل بالمكرونه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبعد ما استلقت معايا هجيب حله احط فيها معلقتين سمنه وشويه زيت، وبعد كده هنزل بعصير الطماطم، وبعد كده هحط البهارات بتاعتنا.
اللي هي عبارة عن شوية فلفل اسمر وشوية شطة وشوية كمون وشوية ملح. وهبدأ بقلب ده كله مع بعض وهسيبه يغلي على نار عالية شوية، وبعد كده هبدأ أعدي عليه النار علشان يعمل دسم على الوش ويسبك معانا ويبقى معانا بالشكل ده كده. وبعد كده هنزل بالمكرونة المسلوقة. وده الشكل النهائي لأكلتنا النهاردة. بجد يا رب تعجبكم، وبجد طريقة البفتيك دي جميلة جدا جدا، بجد جربيها. وزي ما انت شايفة قشرة البفتيك ثابتة فيه ومطلعتش منه بالشكل اللي انت شايفاه ده، وكمان مستوي وطعمه وشكله في منتهى الجمال. بجد جربيه واستنى رأيكم في الكومنتات. وده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، بجد يا رب يعجبكم. وما تنسيش تعملي لايك وشير ومتابعة للقناة عشان يوصل لكل فيديوهاتي. واشوفكم على خير الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.